بسم الله الرحمن الرحيم. أما شيخنا العلامة الشيخ محمد الحسن ولد الددو فأنا أتعلق به ولست أهلا لأن أتعلق به، لكن شاء الله أن ألقاه وشاء أن نلتقي معا في برنامج واحد، فذلك من فضل الله عليه، وإلا لو قيست الأمور بالمعايير لكان الأمر بون شاسع. الشيخ محمد الحسن ولد الددو هو حفيد الشيخ العلامة الإمام محمد علي بن عبد الودود المشهور عند الشناقة أبو محمد علي، والذي كان في زمانه كبير العلماء الموريتانيين المقدمين غير منازع ولا مدافع، وكان رحمه الله قد اشتغل عن جده بالتدريس 70 سنة انقطع فيها للتدريس، ما اشتغل فيها بغير ذلك، وقد عمره الله سبحانه وتعالى عن الجد حتى بلغ 90 سنة، فلما مات ما نقص من سمعه ولا بصره ولا قامته شيء، حفظ الله له جوارحه. وكان برنامجه اليوم في التدريس أن يبدأ من الفجر إلى العصر، لا ينقطع عن التدريس إلا سويعة يغفو فيها، ثم يجلس بعد العصر يستمع إلى بعض طلبته من الذين يهتمون بمتابعة الأخبار والحوادث، فيحدث الناس بما يراه مهما منها، ثم يجلس بعد ذلك إلى ورده من القرآن يقرأه عن ظهر قلب، وكان يختم في كل 4 أيام ختمة عن ظهر قلب. فإذا انفتل من ورده، وكان يقرأ قراءة سريعة، ومع ذلك إذا انفتل من ورده التفت إلى طلبته وقال: إنه قد بدا لي في هذا الورد كذا وكذا من مسائل العلم وكذا من مسائل النحو وكذا من مسائل الفقه، فاذهبوا فانظروا فيها. قالوا: فنجد كثيرا منها، وبعضه لا نجده أصلا في الكتب، يكون مما وقع له من حسن الاستنباط. ثم بعد ذلك يعود إلى التدريس ما بين درس الرجال ودرس النساء، حتى إذا كان آخر الليل قام إلى ورده من الليل، وبعد ورده من الليل يأتي درس خواص الطلبة فيجلسون معه إلى الفجر، وتعود الدورة مرة أخرى، فيكون حظه من النوم في اليوم سويعات، ويختم في كل 4 أيام، ويقوم في كل ليلة، ويشتغل يومه كله بالتدريس. بقي على ذلك 70 سنة بغير كلل ولا ملل. فإذا تصورتم الشيخ تصورتم الطالب، فهذا هو الشيخ حفظه الله. وكانت زوجه جدة الشيخ محمد الحسن عالمة جليلة أيضا، والذي يعرفه أنها أقوم بعلم الرجال من الشيخ محمد علي، وأحفظ لتراجم رجال الجرح والتعديل وأقوال العلماء فيها، وقد قرأ عليه الشيخ شيئا. وأما والدة الشيخ ابنة هذين العالمين فكانت فقيهة أيضا محافظة، عليها حفظ القرآن وعليها قرأ الفقه وعليها قرأ النحو وهو صبي صغير. وقد حدثني بأنه لما كان بال5 من عمره وكانت أختاه بال6 وال7 كانت أمه تجلس إليهم فتلقي عليهم مسائل في النحو، فألقت عليهم مرة بيتا للمتنبي في أوله كلمة الشجاكة، وقد نسيت البيت الآن. والشجاكة يحتمل أن تكون مصدرا أضيف إلى الضمير، ويحتمل أن يكون فعلا نسب الضمير. قال: فعجلت في الإعراب وقلت هي مبتدأ، وما تأملت البيت لأنك إذا تأملته وجدت أنه فعل. فضحكت علي أختاي ضحكا شديدا ما زال في نفسي إلى اليوم. قلت: أنت ابن كم في ذلك الوقت؟ قال: 5 سنوات والأختان في 6 و7. وقد حفظ القرآن وهو صغير، وأخبر بأنه كان من عادة الشناقة إذا حفظ الطفل القرآن أن يحبس في البيت فلا يطلق حتى يقرأ 80 ختمة عن ظهر قلب. قال: وقد حبست هذا الحبس وجلس أبي على رأسي، وكان ربما نام وأنا أقرأ، ومع ذلك إذا أخطأت تنبه فرد علي. ومرة غفوت وأنا أقرأ في الختمات 80 فتنبه أبي، قال: فحملني وألقى بي في زاوية الدار حتى أصابني جرح ما يزال أثره إلى اليوم، وما أطلقني حتى أتممت 80 ختمة. ثم إن الشيخ حفظه الله لزم جده ولزم خاله الشيخ محمد سالم بن عبد الودود حفظه الله، واستمر في دراسته منذ كان في5 من عمره إلى أن بلغ 30. فهذه 25 سنة ليس فيها شيء سوى العلم والحفظ والمراجعة والمذاكرة والضبط، فلو كان صخرة لحفظ، فكيف وهو أصلا قد أوتي من النباهة والحفظ حفظه الله والبركة في الوقت والعقل الشيء العجيب. فلذلك قرأ في هذه المدة أكثر من 45 فنا، تخصص في كل واحد منها تخصصا لا يبلغه حملة الدكتوراه اليوم، في النحو والصرف والفقه مثلا، وفقه الخلاف والأشباه والنظائر، وفي القراءات وفي التجويد وفي الناسخ والمنسوخ وفي علم الرسم وفي علم الضبط وسائر العلوم تعدون 45 علما. وحتى تدركوا عظم ذلك كنت اطلعت مرة على المنهج الذي وضعه لمركز تكوين العلماء، فلقيت في التفسير منظومة لابن أحمدية في التفسير مقررة على الطلبة حفظا وإتقانا. قلت: هذه المنظومة ما أعرفها، ما هي؟ قال: منظومة جمع فيها صاحبها خلاصة أشهر 5 تفاسير القرآن كله من الفاتحة إلى كذا. قلت: هذه كم تكون؟ قال: في 28,000 بيت. قلت: هذه تحفظونها؟ قال: نعم كثير عندنا يحفظها، وقررها على طلبته أصلا، فينبغي أن يكون هو حفظها من قبل. والشيخ حفظه الله من جهة الحفظ يحفظ أشياء كثيرة جدا وعجيبة جدا، فما أعرف أشياء من المتون المتداولة إلا يحفظه، منظومات السيوطي، ألفيات السخاوي، غيرها من الألفيات، ألفية ابن بونة وكذا، إضافة إلى المنظومات التي هي خاصة عندهم. ويحفظ من شعر جده وحده من أراجيز جده العلمية، وجده كان له أراجيز علمية كثيرة أكثر من 10,000 بيت فقط أراجيز الجد، سوى المنظومات العلمية الأخرى وسوى المحفوظات الأخرى. وأما الشعر والرواية وما إلى ذلك فأنا أعلم أنه يحفظ الأصمعيات ويحفظ المفضليات ويحفظ ديوان الشعراء 6 الجاهليين ويحفظ ديوان الهذليين ويحفظ ديوان المتنبي ويحفظ ديوان ذي الرمة
يحفظ شيئا كثيرا آخر ما لا يحصى عدا من جهة الشعر. وقد حضرت مع فضيلته عدة دورات، منها دورة كانت في شرح منهج السالكين، وأخرى في الورقات، ثالثة في شرح الأربعين النووية. فكان يشرع في الحديث من الساعة 5 بلا مبالغة إلى الساعة 10 ما تقطعنا إلا الصلاة، لا يسكت إلا إذا سئل. وقد كتبت عنه في هذه الدورة أماليه فجازت 700 صفحة مطبوعة بالكمبيوتر، من قرأها رأى فيها من العلم والتجويد والأخبار والتاريخ والشعر والتحقيق والمسائل ما لا يكون إلا مع الإعداد الطويل. وأنا أعلم يقينا أنه لا يعد لشيء من هذه الدورات، ولا يستعين بأوراق، ولا يذاكر قبل الدورة ولا شيء، وإنما يأتي فإذا عرف أين وقفنا انطلق بما قد استقر في ذهنه من المحفوظ حفظه الله. فلذلك هو من هذه الجهة عنده عجائب كثيرة. ثم أن الله سبحانه وتعالى أكرمه، نحسبه والله حسيبه بشيء من الإخبات والصلاح والخير. وأنا أذكر أنه لما كان قرأنا عليه شيئا من رسالة ابن أبي زيد القيرواني في صدرها في مبحث العقائد، تكلم في بعض المسائل فتمم درسه باكيا لما عرض لمسألة رؤية الله سبحانه وتعالى واختلاف الناس فيها، وعرض هذا الخلاف. ثم لما ذكر الأحاديث التي تنص على صحة الرؤية بكى وتأثر به من في المجلس. وهو أيضا كثير الصلاة، وقد وقعت لي معه قصة خاصة لكن فقط أرويها لفضله. إنه مرة في سفر ورجعنا الفندق في وقت متأخر جدا، وأنا هالك أصلا وتعبان وأردت أن أنام، فرأيت الشيخ توضأ يريد يصلي الوتر فاستحيت على وجهي، قلت أنا يا شيخ أصلي معك الوتر. قال أنا اليوم متعب ولن أطيل وكذا. قلت في نفسي أحسن، فصلى بنا ساعة ونصف وأنا ما أعقل أصلا ماذا يقرأ من التحفظ. صلى 8 ركعات وقرأ في الأولى السجدة وفي الثانية تبارك وكذا وكذا وكذا، وهذا ويزعم أنه متعب وأنه مرهق وأنه يعني، وفعلا كان متعب، أنا أعرف هذا، ما كان نام 48 ساعة، لم يكن قد نام قبلها. والشيخ مع هذا أيضا عنده في الحقيقة استنباطات كثيرة جيدة ولطيفة، سواء من الآيات أو من الوقائع أو من الحوادث، ولا يكاد يعرض أمر أو خبر أو قصة إلا وله فيه شاهد من شعر أو خبر من السلف أو شيء من هذا القبيل. ومع هذا كله فإن عنده تواضعا ما رأيته إلا عند أمثاله من أهل العلم والفضل، تواضع وتذلل ولطف وبدء بالسؤال والسلام، ويعني شيء حتى إنك إذا من فرط ما يتباسط معك تظن أنك شيء في الحقيقة، وقطعا أنت إذا قاسوك إليه لا شيء. وكذلك للشيخ نفس في تأويل الرؤى والأحلام صالح، وله فيها حكايات، وله في الخواطر والإلهامات حكايات يمنعها أن الصلاة قد أقيمت. صلى الله على سيدنا محمد.